تخيل معي هذا المشهد، أنت زعيم محاصر داخل مبنى شبه مدمر، الدبابات تحيط بك من كل الجهات، القناصة على أسطح العمارات المجاورة يراقبون حتى ظلك، لا أحد يدخل ولا أحد يخرج، أنت تعيش فقط على دائرتك الضيقة جدا. حراسك الشخصيين الذين يفدونك بأرواحهم، وأصدقاء عمرك الذين تأكل معهم من نفس الطبق، تشربون من نفس إبريق الشاي. أنت محصن تماماً من أعدائك في الخارج. لكن ماذا لو أخبرتك أن أعداءك لم يكونوا بحاجة لاختراق الجدران؟ ماذا لو أخبرتك أن سلاح الاغتيال الأكثر رعباً في التاريخ دخل إلى غرفتك المغلقة واستقر في فنجان قهوتك بيد أقرب الناس إليك؟ هذه ليست قصة خيالية، هذه هي القصة الحقيقية لاغتيال الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. اليوم لن نتحدث في السياسة، اليوم سنفتح ملف الجريمة الطبية والبيولوجية الأعقد في القرن ال21. اليوم سأخبركم كيف يمكن لدولة كاملة أن تغتال رجلاً بسلاح نووي دون أن تطلق رصاصة واحدة. رام الله خريف عام 2004، ياسر عرفات القائد العجوز الذي نجا من عشرات محاولات الاغتيال وقصف الطائرات وحوادث التحطم، محاصر الآن في مبنى المقاطعة. أريل شارون رئيس وزراء إسرائيل آنذاك أعلنها صراحة: عرفات لم يعد صلة وأيامه معدودة. فجأة في منتصف أكتوبر، الزعيم الذي كان بصحة جيدة رغم تقدمه في السن يصاب بإنفلونزا غريبة، لكنها لم تكن إنفلونزا. بدأ الرجل يتقيأ بشدة، فقد شهيته تماماً، ووزنه بدأ ينهار بشكل مرعب، كان يذوب من الداخل. الأطباء من مصر، الأردن وتونس طاروا فوراً إلى رام الله، فحصوه بالكامل. النتيجة لا شيء، لا يوجد بكتيريا، لا يوجد فيروس معروف، ولا يوجد سرطان. ومع ذلك جسد الرجل ينهار بسرعة جنونية، الصفائح الدموية تتكسر والأعضاء الحيوية تتوقف واحداً تلو الآخر. ثم تم نقله بطائرة مروحية إلى فرنسا، إلى مستشفى بيرسي العسكري، وهو واحد من أفضل مراكز السموم وأمراض الدم في العالم. كبار أطباء فرنسا وقفوا مذهولين، أجروا له فحصاً للسموم المعروفة، لم يجدوا شيئاً. وفي 11 من نوفمبر عام 2004 توفي ياسر عرفات. التقرير الطبي الفرنسي كتب عبارة مرعبة: نزيف حاد في الدماغ وتوقف في الدورة الدموية. السبب الأساسي مجهول. دفن عرفات ودفن السر معه، هكذا ظن القتلة. لكن بعد 8 سنوات، وتحديداً في عام 2012، زوجته سهى عرفات سلمت ملابسه الداخلية وفرشاة أسنانه وكوفيته الشهيرة إلى معهد لوزان السويسري للفيزياء الإشعاعية، وهنا انفجرت القنبلة المدوية. العلماء السويسريون وجدوا على ملابس عرفات نسباً خيالية من مادة مرعبة اسمها البولونيوم 210. هذا ليس سماً عادياً يمكنك شراؤه من السوق السوداء، هذا سم نووي، مادة مشعة نادرة جداً. لتصنيعها أنت تحتاج إلى مفاعل نووي ضخم مثل مفاعل ديمونة الإسرائيلي. لكن المرعب في البولونيوم ليس فقط أنه قاتل، المرعب هو أنه القاتل الخفي المثالي. كيف؟ البولونيوم يطلق إشعاعات تسمى ألفا. هذه الإشعاعات ثقيلة ولا يمكنها اختراق ورقة ولا حتى اختراق جلد الإنسان الخارجي، يعني يمكن للقاتل أن يحمله معه في زجاجة صغيرة في جيبه ويمر من بوابات التفتيش والمطارات ولن ترصده أي أجهزة أمنية. ولكن إذا تم وضع قطرة واحدة من هذا السائل في فنجان قهوة أو صحن شوربة وابتلعته الضحية، يتحول إلى قنبلة نووية. بمجرد دخوله مجرى الدم يبدأ البولونيوم بتدمير DNA، يحرق الأعضاء من الداخل بصمت تام.
الضحية لا يشم شيئا ولا يتذوق شيئا، ينهار ببطء شديد ويموت موتة طبيعية ظاهرية. الآن لنجمع خيوط الجريمة. لدينا السلاح، مادة نووية لا تملكها إلا دول تمتلك مفاعلات نووية متقدمة، ولدينا الضحية محاصر في مبنى لا تدخله حشرة دون تفتيش. السؤال المرعب الذي يطرح نفسه بقوة: من الذي وضع السم؟ إسرائيل يمكنها تصنيع البولونيوم، لكن رئيس الموساد لا يمكنه الطيران إلى رام الله ودخول المطبخ ووضع السم في شاي عرفات. الوحيد القادر على إيصال هذا السم هو شخص يعيش مع عرفات، شخص يحبه عرفات، شخص يثق به لدرجة أنه يأكل من يده، شخص كان يقف معه في نفس الغرفة ويضحك في وجهه، وربما كان يبكي عليه وهو يحتضر في المستشفى. لجنة التحقيق الفلسطينية برئاسة اللواء توفيق الطيراوي خرجت بعد سنوات لتقول: لقد حددنا القاتل وسنعلن عنه عندما تكتمل الأدلة. لكن السنوات مرت ولم يعلن عن الاسم قط. لماذا؟ هل لأن الخائن شخصية كبيرة جدا ومؤثرة؟ هل لأن الفضيحة ستدمر ما تبقى من الثقة؟ أم أن القاتل تم تصفيته أو تهريبه قبل أن تصل إليه الأيادي؟ في عالم الاستخبارات يقال أن الجريمة المثالية ليست تلك التي لا تترك فيها أدلة. الجريمة المثالية هي التي يقتل فيها الهدف أمام الكاميرات وأمام العالم ووسط رجاله، ويبقى القاتل مجهولاً يعيش بيننا. اغتيال ياسر عرفات لم يكن مجرد عملية تصفية جسدية، كان رسالة استخباراتية مرعبة تقول: مهما تحصنت ومهما ابتعدت نستطيع الوصول إليك من الداخل. إذا أعجبكم هذا النوع من التحقيقات في جرائم الغرفة المغلقة، اتركوا لي إعجاباً واشتركوا في القناة، لأن الملف القادم سيكون عن جريمة صورتها الكاميرات لحظة بلحظة. والسلام.